بسم الله الرحمن الرحيم. تلخيص الدرس 16 من شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام السعدي رحمه الله، ولا زلنا في باب الوضوء من كتاب الطهارة. المسألة الأولى: حكم مسح الأذنين. حكم مسح الأذنين فيه خلاف بين العلماء، والذي عليه مذهب الحنابلة وغيرهم من العلماء أن مسح الأذنين واجب، والدليل على ذلك قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. قال العلماء: فالأذنان يدخلان في الرأس، كما أن المضمضة والاستنشاق الفم والأنف يدخلان في الوجه. وجاء حديث أن الرسول قال: الأذنان من الرأس، لكن هذا الحديث لم يصح، لكنه صح من قول ابن عمر أن الأذنان من الرأس. وقول ابن عمر رواه عبد الرزاق بسند صحيح. فإذا كانت الأذنان من الرأس، يكون الأمر بمسح الرأس أمر بمسح الأذنين، يكون الأمر بمسح الرأس أمر بمسح الأذنين. كذلك من الأدلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت خطاياه من فيه، فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه، رواه مالك. وقول النبي حتى تخرج من أذنيه دليل على أن الأذنين من الرأس، فتكون حكم مسحهما حكم مسح الرأس، حكم مسح الرأس، مع أن الجمهور يرون أن مسح الأذنين سنة، لكن كما سمعت أن الراجح القول الأول. المسألة الثانية: صفة مسح الأذنين. صفة مسح الأذنين. صفة مسح الأذنين هي أن يدخل سباحتيه، أي إصبعيه السباحتين، في أذنيه لمسح باطنهما ومسح ظاهرهما، فيمسح بالسبابة باطن أذنيه، ويمسح بالإبهام ظاهر أذنيه. فعندنا الأصابع 5: الإبهام والسبابة والوسطى والبنصر والخنصر. وسميت مسبحة لأنه يسبح بها، وسميت سبابة لأنه يشير بها عند الخصومة. مسألة تليها: ويمسح أذنيه بفضل ماء رأسه، لا يأتي بماء جديد، يمسح برأسه ثم بعد ذلك ما تبقى من الماء يمسح بهما أذنيه، ولا يمسح بماء جديد، لحديث عبد الله بن زيد. لم يذكر لحديث عبد الله بن زيد أو لحديث أن الرسول مسح بأذنيه بفضل يديه. مسألة تليها: حكم غسل الرجلين. حكم غسل الرجلين. غسل الرجلين فرض من فروض الوضوء وركن من أركان الوضوء، لقوله تعالى: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأجمع العلماء قاطبة على أن غسل الرجلين فرض، وغسل الرجلين يكون إلى الكعبين أي مع الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان اللذان بأسفل الساق من جانبي القدم. وقد جاء التحذير الشديد لمن يتهاون في شيء من الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
مسألة تليها: حكم الترتيب في الوضوء. حكم الترتيب في الوضوء. الترتيب في الوضوء ركن. الترتيب في الوضوء ركن. وما معنى الترتيب؟ أنه يبدأ بغسل الوجه، ثم بعد ذلك بغسل اليدين، ثم بمسح الرأس، ثم بغسل الرجلين. والمراد بالترتيب الأعضاء المختلفة. أما إذا كان كالعضو الواحد كاليدين والرجلين فلا يلزم الترتيب. الترتيب سنة، فيجوز أن يقدم الرجل اليسرى على اليمنى واليد اليسرى على اليمنى، لكن لا يجوز له أن يقدم الرجلين على اليدين، ولا يجوز له أن يقدم مسح الرأس على اليدين. وهذا قول الجمهور. والدليل على أن الترتيب ركن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإن الله رتب الأعضاء. وقد جاء من حديث جابر عند الدارقطني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ابدأوا بما بدأ الله به. وكذلك أيضا من الأدلة على فرضية الترتيب أن هناك قرينة في الآية تدل على وجوب الترتيب، أن الله أدخل ممسوحا بين مغسولين، فأدخل مسح الرأس بين غسل اليدين والرجلين. والعرب لا تقطع النظير عن نظيره، نظير غسل اليدين الرجلين، إلا لفائدة، والفائدة هنا يقول العلماء الترتيب. ومن الأدلة أن الرسول لم يعهد عنه أنه خالف بين الأعضاء في الوضوء، وإنما المعهود عن النبي والمنقول عن النبي أنه أتى بالوضوء مرتبا. فعلى هذا لو قدم شخص عضوا على عضو آخر لم يصح وضوءه. مسألة تليها: ومن فروض الوضوء الموالاة. ومعنى الموالاة أنه يغسل العضو الأول ثم يثني بالآخر، يغسل الوجه ثم يثني باليدين، ولا يجعل بينهما فاصل، بحيث أنه لا يبدأ بغسل الرجلين إلا إذا نشف الوجه، ولا يبدأ بغسل الرجلين إلا إذا نشفت اليدين. والدليل على فرضية الموالاة وأنه ركن من أركان الوضوء ما جاء عن عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. رواه مسلم. وأمر النبي لهذا الرجل ما أمره بأن يغسل رجليه، وإنما أمره بإعادة الوضوء، فهذا يدل على ركنية الموالاة، وهذا يدل على ركنية الموالاة. وعن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي أن الرسول رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أبو داود. وإذا كان لا يجب الموالاة لأجزأ غسل اللمعة. كذلك يقول العلامة العثيمين أن الوضوء عبادة واحدة فلا يفصل بعضها عن بعض، بل يجب أن يكون الوضوء متصلا. ثم لم يذكر المصنف سنن الوضوء، نذكر بعضها باختصار. الأول من سنن الوضوء غسل الكفين قبل الوضوء، فقد قال النووي: أجمع العلماء على سنيتها. كذلك أيضا من السنن تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. كذلك أيضا من السنن السواك، حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. كذلك أيضا تخليل اللحية في الوضوء، هذا أيضا من السنن. كذلك أيضا البدء باليمين قبل اليسار،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة في الصحيحين: كان النبي يعجبه التيمم في تنعله وترجله. وفي رواية: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم من الوضوء. كذلك أيضا من السنن إسباغ الوضوء كما نقلت في الأحاديث عن رسول الله. والمراد بالإسباغ الإنقاء والمبالغة في الغسل. كذلك أيضا من السنن الدعاء أو الذكر بعد الوضوء، لحديث عمر عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. كذلك أيضا أن الغسلة الأولى في الوضوء واجب، والثانية والثالثة سنة، لكن بشرط أن يشبع العضو. وعندنا صفة غسل النبي الأعضاء له 4 صفات للنبي صلى الله عليه وسلم، 4 صفات في غسل الأعضاء. جاء أن الرسول غسل كل عضو مرة، لحديث ابن عباس قال: توضأ النبي مرة. الحالة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كل عضو مرتين، لحديث عبد الله بن زيد قال: توضأ النبي مرتين. كذلك أيضا أن الحالة الثالثة أن الرسول غسل كل عضو 3 مرات، لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3. الحالة الرابعة أن الرسول خالف بين الأعضاء فغسل عضوا مرة وعضو مرتين وعضوا 3، لحديث عبد الله بن زيد قال: ثم أدخل يده صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه 3 ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين. والأفضل العمل بالسنة، فتارة يغسل العضو مرة، وتارة مرتين، وتارة 3 وتارة يخالف بين الأعضاء.